دي أكيرا انتجرا موديل 94، واحدة من أكتر العربيات اللي كان شباب التسعينات بيحلموا بيها. لكن العربية اللي قدامنا دلوقتي مشروع مهجور محتاج إعادة إحياء، وفريق سروتر قرر يعمل المستحيل. 5 أيام بس لا أكتر ولا أقل هيحولوا الانتجرا دي من سيارة عادية لتحفة جي دي إم كلاسيكية ترجع تاني تحكم الشارع. ومش بس تجميل شكلي، ده هتكون إعادة إحياء كاملة، تنظيف حجرة المحرك واستبدال كل القطع المتهالكة وتحسين في الأداء والشكل هيخلي العربية تبقى جاهزة للطرقات والحلبات. فخليك معايا عشان اللي جاي مليان تفاصيل هندسية وتعديلات مجنونة. اللي بيشوفنا لأول مرة، أنا محمد حمدي، ودي مش مجرد قناة، إحنا عيلة بتحب العربيات والتعديلات. قبل ما نبدأ الفيديو ادعمنا بلايك وصلي على النبي واشترك في القناة وخليك واحد من العيلة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة عملوها هي غسل السيارة كويس قبل البدء في عملية التعديل. بعد كده دخلوا العربية للجراج، وأثناء ما كانوا يدخلوها عمود الفتيس وقع من العربية، وده مؤشر سيء. فخلينا نكمل. أول خطوة بدأوا بيها كانت حجرة المحرك، وخلينا أقولك إنها كانت في حالة كارثية. زيت متراكم وصدأ ودهان في كل حتة وأسلاك بايظة، يعني شكلها كان كأن العربية مركونة من التسعينات لحد دلوقتي. الفريق قرر يفك كل حاجة لحد ما فضوا حوض المحرك تماما. بعد كده بدأوا التنظيف العميق باستخدام منظفات قوية، وبعدها رشوا دهان معدني لامع بلون فضي رمادي عشان يرجع المنظر نظيف. الدهان اللي استخدموه محمل برقائق ستانلس ستيل، وده معناه مقاومة عالية للتآكل والصدأ، وكمان هيكون ليه قابلية للحام، وده اختيار محترف فعلا. بعد ما الدهان جف ركبوا ماستر الفرامل تاني مكانه، وكمان ركبوا الاي بي اس. الفريق كان عنده محرك هوندا من سلسلة البي 18، وده يعتبر من أنظف وأشهر المحركات اللي الناس بتعدلها في الهوندا والانتجرا. بس المحرك ده كان محتاج شوية صيانة، فبدأوا بتغيير جوانات جديدة عشان يمنع أي تسريب، وتركيب مضخة مياه جديدة، وتركيب سيركتينة جديد، وظبط التايمنج بدقة، واستبدال مانيفولد العادم بجديد مع جواناته. كل ده قبل ما الموتور يدخل العربية. مواتير الهوندا دايما سهلة في الصيانة، وخصوصا لما الموتور يكون بره العربية، فالشغل ما خدش وقت والنتيجة طلعت ممتازة. بعد كده حطوا زيت للمحرك، والزيت ده محترم جدا ومخصص للأداء العالي، وفيه نسبة زنك عالية بتقلل من الاحتكاك وبتحافظ على أجزاء المحرك خصوصا في المحركات القديمة. بعد ما الموتور اتظبط وبقى جاهز للنزول، الفريق بدأ يحضر العربية للتركيب. العربية أصلا كان فيها حوامل موتور وفتيس بلت مخصصة، فقرروا يستخدموها تاني بدل ما يشتروا جديدة لأنها كانت لسه في حالة ممتازة. فبدأوا يرفعوا الموتور بحذر ويوجهوه على قواعد التثبيت. مع شوية ضبط بسيط بالرفعة نزل الموتور في مكانه كأنه اتصمم مخصوص ليها. اللحظة دي كانت حماس. الموتور أخيرا رجع مكانه بعد ما اتنضف وتصلح بالكامل. بعد كده جابوا كبال للعربية من الشنطة وأخدوها وركبوها مكانها في المحرك، وتأكدوا إن كل حاجة راكبة في مكانها صح. بعد ما خلصوا شغل المحرك، الفريق دخل على الشغل الجد، التعليق والفرامل الجديدة. الطاولة قدامهم مليانة قطع غيار جديدة كلها من شركات محترمة. كويل أوفر من بلوك ريسنج بلس برو اللي فيها تحكم في الارتفاع من تحت، وكمان تحكم في الدمنج من فوق، وكمان قضبان توازن من شركة وايت لاين لتقليل ميلان جسم العربية وتحسين الثبات، ونظام فرامل من اي بي سي، ديسكات مشقوقة، وأداء عالي للشوارع والسباقات الخفيفة. فعلى طول بدأوا يفكوا نظام التعليق الأمامي، وكان باين عليه التعب من سنين. بعدها جابوا الكويل أوفرز الجديدة وركبوها مكانها، والفرق باين طبعا الجديد أفضل بكتير. بعد كده دخلوا على التعليق الخلفي. أول حاجة فكوا نظام التعليق وشالوا الكويل أوفر القديم وجابوا الجديد وركبوه مكانه، وكمان بعدها ركبوا القضبان الأمامية والخلفية، وكمان ركبوا الفرامل الجديدة اللي شكلها هيغير شكل العربية تماما، وكمان ركبوا التيل والكاليبرز. وبكده يبقى تم الانتهاء من تركيب نظام الفرامل، واللي اكيد هيحسن من اداء العربية. بعد ما خلصوا التعليق والفرامل، جه الدور على العجلات الجديدة، وده يمكن اكتر جزء بيغير شكل العربية. الفريق اختار جنوط من ادفانس ار جي دي 2 بنفس تصميم الجي دي ام الكلاسيكي بلون ذهبي فاتح، وركبوا عليهم كاوتش من فالكن ار تي 660
160 بلس، وده واحد من افضل الاطارات من فئة الستريت برفورمانس. العجل ده كان مناسب جدا للستايل التسعيني بتاع الانتجرا، وكمان خفيف الوزن وبيمسك الطريق بطريقة مجنونة. وبمجرد ما العربية نزلت على الارض لاول مرة بعد التعديلات، المنظر كان خرافي. لون الجنط الذهبي مع الحواف الكروم مزيج مثالي بين الكلاسيك والاداء. بعد كده ركبوا توصيلات البنزين والاسلاك والفلاتر الجديدة، وحتى كمان غيروا فلتر البنزين بالكامل عشان يضمنوا ان الدورة كلها نظيفة وجاهزة. وكمان ركبوا غطاء الصبابات، وبرضه ركبوا البطارية. بعد كده جربوا يشغلوا المحرك، ولكن ما كانش فيه اي استجابة. فهو بيبص وبيدور على المشكلة، بيلاقي ان الاي سي يو مش متوصل، فعلى طول بيوصله وبيجرب تاني، ولكن برضه مش بيلاقي اي استجابة. فبيقرر انه يشغل المارش من البطارية مباشرة. وفعلا المحرك بيستجيب وبيشتغل، ولكنه بيكون فيه تقطيع، وغالبا دي مشكلة في ترتيب مراحل الإشعال. وأساسا في أسلاك كتير مش متوصلة، يعني حتى باب العربية مش بيعرفوا يفتحوه بسهولة. فبيكملوا شغل في العربية. الفريق بدأ يركب الريداتير الجديد وكل خراطيم دورة التبريد من الأول. بعد كده جابوا غطاء الصبابات وبدأوا يحضروه للطلاق، وهيطلوه باللون الأصفر، وده نفس الستايل اللي بيستخدموه في محركات الهوندا المعدلة. بعد كده لمعوا المصابيح الأمامية عشان ترجع جديدة من تاني، وركبوا كمان مدخل الهواء الانتاج جديد بالكامل، وده مصنوع من الألمونيوم المصقول. وكمان ركبوا الفلتر الرياضي في نهايته، وبكده تدفق الهواء هيبقى ممتاز جدا، وسحب المحرك أكيد هيتحسن. بعد ما خلصوا الشغل في المحرك، بعد كده اشتغلوا على الشاسيه والبادي. بدأوا يظبطوا الخدوش والدهان المتقشر والتقفيلات التعبانة اللي كانت في العربية من سنين. كل حاجة اتصنفرت واتعدلت واحدة واحدة. ولما جه وقت التغليف، اختاروا لون اصفر، لون اصفر لامع ومجنون بيلمع تحت الضوء بطريقه غير طبيعيه. على طول غلفوا الابواب والرفارف، ومع كل جزء بيتركب الشكل كان بيتغير. العربيه بقت بتتولد من جديد. حتى هم نفسهم قالوا انهم مش مصدقين انها نفس العربيه اللي كانت عندهم من كام يوم. بعد ما البادي خلص وبقى باللون الاصفر الفاتح المجنون، جه وقت يرجعوا الروح لجوه العربيه. الفرش القديم كان باين عليه التهالك من سنين، فقرروا انهم هيغيروا كل حاجة من الصفر، من السجادة للأبواب لحد الكراسي. أول حاجة جابوها وهي السجادة الجديدة، لونها غامق ونضيف يخلي الكابينة شكلها حديث، وفي نفس الوقت محافظ على الستايل الكلاسيكي بتاع التسعينات. فبدأوا يلزقوها واحدة واحدة عشان تتفرد كويس وما بقاش فيها أي تجاعيد. بعد كده جه وقت الكراسي الجديدة. أول حاجة ركبوا الكراسي الخلفية، واختاروا للكراسي الأمامية كراسي رياضية باللون الأحمر، فعلى طول ركبوها بحذر وربطوا القواعد كويس جدا. ولما خلصوا وقفوا يبصوا على المنظر. العربية عاملة كأنها خارجة من إعلان سينمائي، ولكن بفينش حديث جدا. وكمان ركبوا المرايات الكربون فايبر الجديدة، ودي ادت شكل مختلف تماما للسيارة. بعد كده جابوا جناح أمامي كربون فايبر صغير بيتركب تحت الإكسدام، على طول ركبوه مكانه، وركبوا الإكسدام في العربية. وكمان ركبوا العتب الجانبي. ودلوقتي بعد ما العربية شكلها بقى جامد جدا من جوه ومن بره، جه وقت يختموا الشغل بالجزء الأهم، وهو الفتيس اللي لسه لحد دلوقتي مفكوك. فقرروا إنهم يعملوا له إعادة بناء كاملة قبل ما يتركب. أول حاجة ركبوا شورت شيفتر كيت من بلوك ريسنج عشان النقل يبقى أسرع وأدق، وكمان يحسنوا الثبات والإحساس أثناء النقل. فعلى طول ركبوا كل حاجة، وخدوا الفتيس وركبوه مكانه في نقل الحركة. وكمان غيروا لون غطاء الصبابات، خلوه باللون الأحمر عشان يكون لايق على لون العربية الجديد. والحقيقة إن شكله دلوقتي بقى جميل جدا. بعد كده جابوا الاكسدام الخلفي الجديد بعد ما غلفوه باللون الاصفر، خدوه وركبوه مكانه. وكمان بالدريل عملوا اخرام في الشنطه الخلفيه، وجابوا السبويلر الخلفي الجديد اللي لونه باللون الاصفر نفس لون العربيه، خدوه وركبوه مكانه. كمان ضافوا عليه لمسه كربون فايبر. اللمسه دي ادت شكل جمالي للسبويلر. حقيقي ان شكله على العربيه جميل جدا. بعد ما خلصوا بداوا في تركيب قضبان الدعامات الاماميه والخلفيه. القضبان دي بتربط
بتربط الشاسيه ببعضه وبتمنع التواء الجسم في الملفات وبتخلي العربية تمسك الأرض زي عربية السباق. بعد ما قفلوا المنظر كان خرافي، كل حاجة كانت جاهزة، الموتور متظبط والتبريد راكب والفتيس الجديد متركب والتفاصيل كلها متقفلة. فعلى طول بدون تفكير قرروا شغلوا المحرك وتعالوا نشوف. محرك البي اي تي ناعم وقوي جدا، كأن العربية فرحانة انها رجعت تعيش من تاني بعد سنين. فبعد كده اشتغلوا على اخر لمسات، جابوا كبوت كربون فايبر جديد شكله جميل جدا، على طول ركبوه مكانه وركبوا فتحة تهوية امامية جديدة وكمان ركبوا المصابيح الخلفية الجديدة وركبوا كل الاطارات مكانها. بعدها نزلوا العربية من على الرافعة عشان تنزل على الارض لاول مرة بعد التحويل الكبير. العربية اتغيرت بالكامل وبقت وحشة حقيقي. فبعد كده طلعوها بره الورشة لأول مرة وصوت الموتور مع الانتيك والاكزوست كان عامل سيمفونية يابانية كلاسيكية. Oh my god. القيادة خفيفة والجير بوكس بينقل بسهولة والتعليق الجديد ماسك في الأرض بطريقة مجنونة، ولكن العربية كانت شغالة بسلاسة لحد ما جه فجأة الثروتل علق شوية والموتور رفع ار بي ام بشكل مفاجئ. ولكن وقفوا حل المشكلة دي ورجعوا كملوا طريقهم عادي. بعد 5 أيام من الشغل المتواصل الأكيرا انتجرا اتحولت من مشروع مهجور لعربية شكلها يدوخ أي عاشق تعديل. من أول موتور البي اي تين اللي رجع للحياة للون الأصفر المجنون اللي خلاها تنور المكان كله. العربية دي مش بس بقت جميلة، دي بقت رمز للجيل الذهبي من سيارات التسعينات. لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش، واستنانا في فيديوهات جاية من أقوى وأجمل التعديلات اللي هتشوفها. واكتبوا لنا في الكومنتات ايه التعديل اللي نفسك تشوفه في القناة الفترة اللي جاية، واعمل شير للفيديو مع اصحابك. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.